السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتري موتوسيكل صيني ولا مصري؟ اصلي ولا استيراد؟ اتش جي ولا متقفل من الصين؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انت بس عشان التجار برجلوا لك دماغك، ما عدتش يعني ايه، ما عدتش مركز. مفيش حاجة اسمها استيراد واصلي وصيني ومصري والكلام ده، هما حاجتين بس انا هفهمهم لك دلوقتي. كان في بعض الاخوة كده عرض عليا فيديوهات، عندي 15 نوع موتوسيكل، اصل فيها حاجه اسمها استيراد كامل، اصل دي ب 65000 جنيه ولا 60000 جنيه، لا ده ب 70000 جنيه، وفي حاجه اسمها عندي مصري، متصنع كامل في مصر، وعندي مش عارف ايه. طب اشتري نهو؟ انا بقى النهارده باذن الله هفهمك الزتونه والفول رايحه فين، عشان بس مفيش تجار تشتغلك وتاخد منك فلوس زياده. بص يا سيدي، اولا احنا نتفق الاول ان في عندي حاجتين، اما اتش جي او مصري، وحاجه اسمها اصلي. ايه ده؟ مش الاصل ده اللي هو الاستيراد؟ لا، مفيش حاجه اسمها استيراد اصلا، مفيش موتوسيكل استيراد كامل. اصل الناس اللي هتقول لك انا عندي استيراد كامل وسعره 65000 و60000، ده بيكذب عليك. يعني ايه؟ يعني انا دفعت فلوس في الفاضي؟ يا عم ده انا جايب الموتور الحفر اللي هو 191. معلش، هو ضحك عليك وكذب عليك. ليه؟ لان انا عندي كل الشاسيهات معموله في مصنع واحد، كل الحدايد معموله في مصنع واحد، كل الالومنيات معموله في مصنع واحد. قال لا، امال ايه الاختلاف؟ ليه فرق السعر ده كله؟ بلاش الواحد 91، الواحد 15، الموتور الواحد 15، او الدي واي في الدايو، او الفي جي، او اي موتور. ايه الفرق ما بين اللي مختوم بختم المصنع واللي معلهوش الدي واي او الاتش جي او الكلام ده؟ لا، ده الموضوع بقى اسمها درجات في التجميع نفسه. تمام، ملهاش علاقه خالص بصيني ومصري. فلازم تحط النقط على الحروف، محدش يشتغل يقول لك اوعى لازم تشتري دي واي اصل التاني ده مغشوش، اصل التاني ده معرفش جاي منين، لازم تشتري الرقم اتش جي عشان الرقم 119 ده استيراد كامل اصلي. كل ده معمول في مصنع واحد، والمصنع ده في مصر كمان مش في الصين. تمام. طب امال ايه الفرق السعر ما بين مثلا 45 لغايه 35 او 36، 10000 جنيه او 9000 جنيه او 8000 جنيه؟ انا اولى بيهم. هقول لك حلو كده، انت وصلت للنقطه اللي انا عايز اقولها، انت اولى بفرق السعر. معلش، انا عايز اعرف واحد عاقل ربنا اداله عقل كده يروح يدفع 60 و70 الف جنيه في موتوسيكل، مع انه يقدر بال70000 جنيه يجيب موتوسيكلين نفس النوع، نفس النوع، بس يقول لك ايه، ده اصلي وده اتش جي. احنا كده اتفقنا ان مفيش استيراد كامل اهو، في حاجه اسمها اصلي واتش جي. هتقول لي طب قبل ما تنقل للنقطه ديت، يعني ايه اصلي واتش جي؟ واشمعنى فرق السعر ده كله؟ تعالى لي واحده واحده. ما انا مش هسيبك الا لما تفهم الفول او الزيتونه رايحه فين. كل مره بقول لك الموتوسيكلات ديت عامله زي البلاط، والصين ديت من اذكى الدول في العالم، بل هي يعتبر اذكى دوله في العالم. ليه؟ الناس ديت اقتصادها كان واقع ومنهار ومتدمر ومفيش اي حاجه خالص، قفلوا على نفسهم، قال لك احنا لازم نبقى ايه، رقم واحد في الصناعه. طب رقم واحد ازاي؟ انا مش هبقى زي المانيا واليابان، دول فشله. عند الصين دول فشله، وعند اي حد بيفهم دول فشله. ليه؟ لان الصين قالت لك انا هدي لك اللي انت عايزه بالفلوس اللي معاك، مش فارق معايا خامه وجوده وامكانيات. انت فلوسك معاك قد ايه؟ معاك 10 جنيه هركبك موتوسيكل ب 10 جنيه، معاك 100 جنيه هركبك موتوسيكل ب 100 جنيه، معاك مليون جنيه هركبك موتوسيكل بمليون جنيه. هو ده الذكاء، ان انا هدي لك على قد امكانياتك. تمام، مش ان انا اعمل حاجه بمليون وابيع 10 حتات في السنه، لا ده انا عايز ابيع مليون حته في السنه. شوف ده الذكاء بقى. فعملوا لك ايه؟ زي السيراميك بالظبط، البلاط. انا عندي حاجه اسمها في البلاط فرز اول وتاني وتالت. طب ايه الفرق؟ نفس المكبس، نفس الخامات، نفس التركيبات الداخليه، نفس المكبس، البني ادم اللي بيكبس هو نفس الايد، كل حاجه واحده، يعني كل حاجه واحده. طب ايه اللي خلى البلاطه دي درجه اولى ودي درجه ثانيه ودي درجه ثالثه؟ قال لك الفرز الاول، الكرتونه فيها 10 بلاطات او فيها 10 سيراميكات ديت، مستحيل تلاقي سيراميكا واحده فيها غلطه، مختوشه، مفيش فيها خدش.
درجه تانية ممكن تلاقي واحده ايه، ممكن تلاقيه سليم، ممكن تلاقيه زيرو ال10 بلاطات، وممكن تلاقي واحده فيها ايه، شرخ بسيط، كسر في السوكه، لفته بسيطه. التالتة ممكن تلاقي فيها بلاطتين ثلاثه. تمام؟ فهي نفس الموضوع بالظبط. انا عندي درجه اولى ودرجه تانية، او اصلي واتش جي. الاصل اللي بيقول لك موتور حفر، طب ما الاتش جي موتور حفر. لا، اصل التاني حفره في الصين، ده حفره في مصر. طب يعني اللي حفر في مصر عاجز ان هو يحفر نفس حفر الصين؟ لا، بس هو الموضوع ان ايه، انا عندي الصيني ده اهو، لحامات مظبوطه، شاسيه مظبوط، الموتور صوته حلو، مش عارف ايه، تقفيله كويس. التاني ممكن تلاقي فيه غلطه، ممكن تلاقي فيه حته لحام مش مظبوطه، شاسيه مش مظبوط. ولذلك لو انت متابعني كويس هتلاقيني من سنه 2020، من 2020، من اول ما البوظان بدا يطلع، قلت لك ايه، اي حد بيسالني انا رايح اجيب موتوسيكل، اقول له نقي كويس، لو ما بتفهمش في التنقيه خد معاك ميكانيكي. وعملت لك يجي 10 فيديوهات او اكتر، ازاي تنقي موتوسيكل جديد، ازاي تنقي موتوسيكل من المعرض، ازاي تنقي موتوسيكل مستعمل، كيفيه فحص موتوسيكل، كيفيه طرق الغش في بيع وشراء الموتوسيكلات. عملت لك كميه فيديوهات تخليك تروح تفتح معرض بفضل الله، وناس فتحت معرض وراها الحمد لله. طيب، يبقى انت عايز تقول ايه بقى مضمون الكلام؟ مضمون الكلام مش عايزك تتغش. انت اولى ب 7 8 9000 جنيه. انا قلت لك بعد 6 شهور الاصل والاتش جي بقوا زي بعض على الطريق، كصوت كخامه ككل حاجه. لو نقيت كويس هما الاثنين زي بعض. تمام؟ طيب، بعد سنه لو الاثنين عمروا بقوا الاثنين واحد تيبيكال، مفيش فرق بينهم. تمام؟ نفس الورق، نفس الفواتير، نفس الخامه، نفس كل حاجه. هات بوكليز وقيس ورايا كل حاجه في الموتوسيكلين هتلاقيها واحده. تمام؟ تمام. هتقول لي بس انا حاسس ان الموتوسيكل الاتش جي اخف من الاصلي. بعض الميكانيكيه قالوا كده. بعض الميكانيكيه دول انا اسف، هما معلش انا اسف، دول جهله ما يعرفوش حاجه. هو لازم يقول اي كلام وخلاص. ليه؟ عشان يملى محتوى. لكن هو لو معاه بوكليز وعرف يقيس، هو ده حديد وده حديد، ده 3، ده بوينت 3، ده بوينت 3، الخامه واحده، الصوت مختلف. ليه؟ ممكن يكون تكي مهوي، بنز مهوي، الكلام وده اللي انا بقول عليه اللي هي درجات بس. وممكن يجي في الاصلي تكي مهوي، وده حصلت، وكانت جاي من الصين كمان قبل الموضوع التصنيع المحلي ما يحصل، فده وارد. يبقى انا من وجهة نظري لو انت هتجيب، هات اتش جي ووفر فلوسك ورخص ونقي كويس، هتلاقي الحياة معاك زي الفل. كده احنا فهمنا الفرق بين الاصل والاتش جي، وموضوع الدي واي وموضوع التقليد. هو نفس المستورد ونفس المصنع ونفس كل حاجة، وهو كله في مصر. تمام؟ كل الموضوع ان ممكن تلاقي كده او كده، اكتر من كده مفيش. طب لو انت فاهم ومنقي، ناس كتير جدا جايبه الاتش جي وشغاله بيها، والله بتقول لي انا جبت دي وديت ما لقيتش اختلاف بينهم الاثنين. ده زباين عندي. وطبعا الصنايعي ان كان تقييمه 10% فالمستخدم 90%، لان المستخدم ده اللي اشتغل، ده اللي طلع وبهدل واشتغل وعطلت منه ومشت معاه سليمه يعني عرض له المواقف على الطريق. فعشان كده انا ممكن تلاقيني ماشي على الطريق بسال الناس، مش كمان العملاء اللي عندي بس او الزبائن اللي عندي، لا، انا ممكن اكون ماشي على الطريق، امشي جنب واحد موتوسيكل صوته كويس او في حاجه، اقول له كابتن في ايه رايك في الموتوسيكل ده، واخد تقييمه، ايه المشكله؟ مش عيب. فهمتني؟ عشان انقله لحضرتك، عشان يكون عندك صوره متكامله عن الموتوسيكل. فانت قبل ما تجيب لازم تسمع الفيديوهات اللي فاتت عشان تعرف تعمل ايه بالظبط وتنقي ازاي، وتعرف تختار موتوسيكل يناسب وضعك انت، وبعد كده تكمل الفيديو ده للنهايه. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وشارك الفيديو. دمتم في امان الله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام.